احنا النهارده في اهم محطة قطر في الوطن العربي كله، المحطة اللي غيرت العمرة والحج تماما، المحطة اللي بتربط ما بين مكة والمدينة. متابعين اعزائي المشاهدين كل كان اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده فيديو جديد، فيديو مختلف في بلد جديدة ما عملناش منها فيديوهات قبل كده. النهارده احنا موجودين في مكة، طالع دلوقتي بالقطار اللي خلى العمرة وزيارة المسجد النبوي لاي حد ممكن يعمله في اقل من 24 ساعة لو عنده ترانزيت. بس النهارده القطر ده بيطلع من مكة للمدينة في ساعتين، سرعته 300 كيلومتر في الساعة. خلينا نجربه ونشوفه مع بعض ونشوف فيديو كل مكان، خلي الناس تستفيد ويلا بينا. فين؟ ايوه كده روح بقى. يعني مبدئيا كده احنا مش جايين محطة قطر، انا بالنسبة لي ده جراج بتاع شوبينج مول. خلينا نخش المحطة من جوه ونشوف. عندنا ساعة قبل ميعاد القطر. محطة قطار الحرمين السريع. واو، هم دخلنا في سوبر ماركت دانو الكبير، يعني نظيف. يا جماعة ده أحلى من مطار القاهرة مثلا، يعني أحلى من مطارات كتير. ستاربكس هناك تحت، كان في دانكن دونتس، سابواي، في حاجات كتير قوي. ماجد للعود. بصوا المنظر، بصوا الرصيف بتاع القطر نضيف وحلو وكبير ازاي. في اكتر من 5 أو 6 قطورة بيطلعوا كل يوم من مكة للمدينة او لجدة والعكس. سهل على الناس كتير في خلال ساعتين لو جاي يوم واحد بس السعودية عايز تعمل عمرة وتزور المدينة. احنا النهارده هنجرب الدرجة السياحية، الدرجة العادية. في درجة رجال الأعمال يعني في بيزنس كلاس وفي العادية. الدرجة العادية تقريبا بتكلف 800 جنيه مصري، يعني تقريبا 35 دولار. بس موضوع يستاهل لان انت اعتبرها كأنها طيارة، فبتطلع من هنا في خلال ساعتين بتبقى في المدينة. القطر بيقفل شكله متأخرين، بس هي دي الدرجة السياحية. الكرسي بتاعنا، خليني افرجكم على الكرسي. اول ما بتقعد، هو كرسي الدرجه السياحيه، كرسي مريح كبير، في مكان للرجلين واسع، وكمان في مكان تحط رجلك. في كهرباء هنا، يعني مش بس يو اس بي، كهرباء. ترابيزه كبيره لو عايز تشتغل، باسكت ترمي حاجتك. صراحه تحفه. القطر ميعاده يتحرك الساعة 12، الساعة 12 بالثانية القطر كان أصلا جاهز وقافل أبوابه قبلها بدقيقتين واتحرك. ده بيخليك مرتاح. لو أنت عندك ميعاد طيارة دايما هتبقى عارف إنك هتوصل في ميعادك. حاجة مش في بلاد كتير إن دايما القطورة بتبقى في موعدها، القطورة كتير بتتأخر، بس هنا القطر بالثانية. أول ما اتحركنا في ظرف 3-4 دقايق كان مجمع سرعته، أو خلينا نقول في 10 دقايق أول ما الطريق بقى ستريت بقى مجمع سرعته ووصل لسرعة 300 كيلومتر. هنا بقى ناخدكم في جولة في العربية الدرجة السياحية. أول ما بتخش في هنا باب أوتوماتيكي بتعمله كده بيفتح، وفي هنا مكان لتخزين الشنط عشان الناس ما تقعدش ولو حد قاعد جنبها تضايقهم بشنطه، فبتحط شنطتك تخش. وصلنا اول محطة وهي جدة، تقريبا من مكة لجدة بالعربية كانت بتاخد ساعة تقريبا. القطر 25 دقيقة. بقينا في جدة، محطة تالية جدة. احلى حاجة في القطر ان هو بيسهل على الاجانب كمان اللي ما بيعرفوش الاماكن، ان هو من مكة المدينة سهل. القطار سهل كتير العمرة، صح؟ نعم سهل. انت كنت عايش فين؟ أنا دلوقتي عايش في سنغافورة. بس في الأول يعني تعلمت العربي فين؟ نعم أنا تخرجت من الأزهر الشريف بجامعة الأزهر ما شاء الله. بالدراسة في سيدنا الحسين. ودلوقتي نحن عملنا العمرة مع الأطفال كله فيه. ما شاء الله. شوف الأطفال لما ينتظروا. هلو سي بابا. فنحن كنا كلنا يعني بحب مصر شكرا. بلاد فؤادي وفؤادي بلاد حبي وفؤادي. نعم شكرا. خليني اخدكم سريعا في درجة رجال الأعمال، هنحاول نشوف لو هنعرف نخش. ده هو الكرسي طبعا أوسع أريح، في شاشة هنا، في مكان للسماعة يعني لأن الشاشة ممكن تسمع منها. هناك في بقى ليج سبيس أكبر، في مكان للرجل.
واللي بيفرق في السعر ما بين العادي والبزنس ان السعر الدبل. لو تذكرة ب100 ريال هنا هتبقى ب200 تقريبا. بس الموضوع يمكن مش مستاهل، بس الصراحة هنا اريح. يعني انا قاعد دلوقتي كرسي مريح، تاني مريح قوي برضو، بس بزنس از بزنس. اول مرة في حياتي اشوف قطر كل عربية فيها حمام. اهم لحظة بالنسبة لي في اي قطر اللي بتفصل اذا كان القطر بيهتموا بنظافته ومهتمين بيه ولا لا هو الحمام. خلينا نخش نشوف الحمام. حمام اخضر، نفتح. واو، ايه الهزار ده يا جماعه؟ هو طبعا شبه حمام الطياره. نقفل على نفسنا. شبه حمام الطياره، في مرايه جميله، وعندنا هنا الحوض، هنا في للاطفال الصاله دي. واو، بس الجامد قوي بقى فيه، انا اول مره في حياتي اشوف حمام اللي هو حمامات الطيارات، الحمامات الديسبوزبل بشطافه. في شطافه في الحمام. واو، بصوا حمام نظيف، شطافه بتشتغل. لازم ندوس على زر الكبس. اوه، الشطافه شغاله. يعني هي تفاصيل، بس التفاصيل دي بتفرق قوي. المناديل موجوده ونظيفه. برافو، يعني بجد شابو. في هنا كهرباء، في الصابون، في كل حاجه انت محتاجها في الحمام. فبكده تقييمي للقطر ده عالي قوي. يعني الحمام الصراحه انا متفاجئ من النظافه والكواليتي وموضوع الشطافه. وبعد تقريبا ساعتين و10 دقايق انتهت رحلتنا في القطار. نزلنا في المدينة. صراحة تجربة رهيبة. زمان لما كنا بنيجي مكة عشان نروح المدينة 5 ساعات بالعربية تقريبا وتعب. دلوقتي ساعتين، تركب تقعد تحسش بيهم، ناس لذيذة، جو هادي. وصلنا محطة قطار المدينة. عجبكم الفيديو ما تنسوش تدونا لايك واعملوا شير في كل مكان عشان لو حد جاي عمرة يستفيد. يمكن في ناس بتيجي بقى عندها يوم او يومين فبتختار ما بين المدينه او مكه. انا جاي 48 ساعه السعوديه، قدرت ازور فيهم مكه والمدينه في اقل من 24 ساعه. فانت لو عندك ترانزيت اصلا ممكن تزور مدينه ومكه. اشوفكم الفيديو الجاي.